السيد الأستاذ الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، نرحب بكم في داركم ودوركم. أنتم ومجلسكم الموقر كل باسمه ورسمه وصفته. نحن الآن لا نقدم إلا القليل من الكثير الذي قدمتموه، ووعدتم وأوفيتم بالوعد في حدود ما تحت أيديكم من إمكانيات وموارد، وإن شاء الله هل من مزيد. السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة، نحن عندما قدمت سيادتكم ومجلسكم الوطني للترشيح قلنا اختار لبيبا ولا تصيه، اختار لبيبا ولا تصيه، وهو خير من يقدم وخير من يقدم للجزائر. وثقتنا بكم كبيرة جدا، وأنتم على العهد سائرون، وإن شاء الله سيحقق لكم المراد ونصلوا إلى أبعد الحدود. سيد الرئيس، هذه الاحتفالية ابتدعتها هذه المجموعة المسمى بالترابيزة، وأخذت في كل مجلس أن تقدم التكريم، إلا أن تكريم سيادتكم سيكون له مذاق خاص، وأنتم إفراز جمعية عمومية موقرة أرادت أن تصحح ولا تخرج، فأتينا بكم. نرجو من سيادتكم أن تكونوا معنا قلبا وقالبا، فالنادي يحتاج الكثير والكثير والكثير، وأنتم أهل لهذا. وبدأت وعودكم في تحقيق، لا ننسى إيقاف القيد، لا ننسى سداد الضرائب، لا ننسى العمرة التي تقوم والإنجازات داخل النادي، وإن شاء الله مصداقيتكم متوفرة وواعدة، وأنتم مجلس خير من يدير مجلس نادي الزمالك. هذه الاحتفالية سيقدمها لكم رجال لا يهمهم إلا مصلحة النادي العام، لا يهمهم زيد أو عبيد أو عمرو. لسنا ضد أحد، إنما على مسافة واحدة من كل الناس، ونحن هدفنا الأول هو الكيان، هو نادي الزمالك. وخير ما أعبر عن هذه الترابيزة أخي وصديقي الأستاذ محمد أرباب، لكن أختم قولي: يا زمالك حبك ملك قلبي وكل كياني، قومي ونومي وغفوتي وصحياني، مين اللي يقدر يجرأ يوم ويتحداك يا زمالك؟ نحن الآن نعيش أسهل العصور، فلا ننسى فخامة رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم لنا الكثير والكثير والكثير. ونقول له: منا سلام يا ريس، منا بسلام. مليون تحية يا ريس، وطن النضال، يا ابو عزم حديد يا ريس وعيون مدام، ثورة 30 يا ريس، على الشعب سلام. شكرا لكم والف شكر لكم، ومعكم الاستاذ محمد أرباب. السلام عليكم. طبعا احنا سعداء كترابيزة الكورة انها تشرف بكم للمرة الثانية، وقد كنا احسننا الاختيار، وربنا يوفقكم ان شاء الله اللي جاي. ترابيزة الكورة اللي اسسها كابتن احمد رفعت رحمه الله، حط فيها مبادئ وحط فيها اسس، ونحن الحمد لله ماشيين على مبادئه وعلى اسسه، ولا زال محتفظين بنفس عاداته بنفس حبه للكيان. علمنا ازاي نحب الكيان، ازاي نفرز للكيان، ازاي نقدر الكيان، ونحن بنتشرف ان هو كان قائد لينا، واحنا باذن الله على درب سيد.
نشكر حضراتكم، وطبعا انا سعيد بوجود حضراتكم، وطبعا معانا الاستاذ خالد رفعت، طبعا هو غني عن التعريف للكابتن محمد رفعت. والان الكلمه لكم ونحن مستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لابد ان نشكر اخي وصديقي وزميلي الاستاذ ابراهيم عبد الزاهد الذي كان صاحب الفكره وصاحب الدعوه لحضور حضراتكم، كما نشكركم لتلبيه الدعوه. فانتم لنا ونحن دائما لكم مع سيادتكم الاستاذ. السلام عليكم. طبعا انا هقول نفس الكلام اللي اتقال حضراتكم على تلبيه الدعوه، ومش هنعيد الكلام. احنا ترابيزه الكوره زي ما قال الحاج محمد ليها سياسات وليها خطوط عريضه ماشيه ومبادئ ماشيه عليها ما بتتغيرش. ترابيزه الكوره بتدعم وتساند كل من يعمل لمصلحه الكيان، لا ترى اسم ولا ترى رسم. احنا كلنا بندعم ونساند. قد نختلف قبل الانتخابات، ده ليه رأي وده ليه رأي، ولكن بمجرد النجاح بنكون كلنا خلف مجلس الإدارة المنتخب، بنسنده بالرأي، بندعمه بالفكر، بندعمه بكل ما نملك. الترابيزة مشهود ليها بكفاءات كويسة بتساعد، وأكيد بعض اللي موجودين على المنصة يعلموا إن ناس كتير من الترابيزة عملت إيه في أول صف. نتمنى إنها تساعد حضراتكم في اللي أنتوا تكلفونا بيه، أو اللي إحنا نقدر نعمله هنعرضه على حضراتكم. مش هننسى زي ما قال الكابتن أحمد رفعت، كابتننا وأخونا الكبير رحمة الله عليه. إحنا عموما ما نسيناهوش، إحنا بنتذكره في كل وقت وفي كل لحظة. حابب اقول هنا نقطه اللي انا لاحظته في المجلس: التجانس والتفاهم وروح الجماعه. ده اللي ظهر ليا من موقفين اقولهم شهاده حق. احنا كنا هنعمل القعده دي كده للكابتن احمد سليمان، فلما انا اتصلت عليه بقول له يا كابتن الترابيزه عايزه تكرمكم كمجلس اداره واحنا بنوجه لك الدعوه، قال لي لا ما يصحش انت بنفسك او انت توجه دعوه للكابتن حسين وهو يقول للمجلس. انا ما ينفعش ابلغ الرساله دي، لازم الرساله. الموقف الثاني للدكتور حسام المندوب، الاسبوع اللي فات بالصدفه احد اعضاء الترابيزه كان بيمر على المكتب فساب خبر للسكرتيره انه عايز يسال الدكتور حسام. فالاول مره نشوفها يمكن الدكتور حسام مشكورا الساعه 11 في نفس اليوم هو اللي اتصل بالعضو وقال له انا عرفت انك كنت عديت على مكتبي، فانا تحت امرك، ايه المطلوب لو نقدر نساعدك في اي حاجه. فده بيدينا امل اللي جاي ان شاء الله ونكمل مسيره اللي قبلنا. احنا عارفين حضراتكم في مشاكل كبيره ماليه واداريه، بس انتوا وعدتونا واحنا واثقين في انكم هتنفذوا الوعد. وعدتونا انكم عارفين كل المشاكل وعندكم الحلول. الحمد لله ابتديتوا واحنا فعلا شفنا بعض الحلول، بس جمهور اعضاء نادي الزمالك يستحقوا الاكثر، يستحقوا الكثير. الجمهور ده من اعظم جماهير الرياضه في العالم. انا شايف ان جمهور الزمالك ده اعظم جمهور في الكون. فجمهور نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك يستحقوا اكثر، يستحقوا نادي افضل من اللي احنا قاعدين فيه، يستحقوا فرع تاني وتالت، يستحقوا فرق في كل الالعاب بتحصل على كل البطولات. ده نادي الزمالك اللي عهدناه، وان شاء الله واثقينه باذن الله على ايديكم هيكون ده وهيتم باذن الله، واحنا في ظهركم وسندكم وفي اي خدمه تحت امركم تطلبوها مننا لمصلحه نادي الزمالك وخدمته. وشكرا تاني على تلبيه الدعوه. معلش وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنه شرف عظيم أن نكرم رجل عظيم عشنا معه. كان الأخ كبير وكان الأب لكل صغير. كان دائما
يقوم بحل كثير من المشاكل، وكان همزة فصل بيننا وبين مجلس الإدارة إنه المرحوم الكابتن أحمد. كنا فرحين أن نسمع نجله الأستاذ خالد رفعت يقول الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بشكر حضراتكم على استمرارية الحفاظ على ترابيزة الكورة وعلى ما بدأوا والدي الله يرحمه. طبعا كلنا الناس كلها هنا في نادي الزمالك، اللي بيدعم عشان نادي الزمالك، واللي بيعترض عشان نادي الزمالك. أنا بشكر مجلس الإدارة على مواجهته للصعوبات والمشاكل والتحديات اللي قالوها، وفي نفس الوقت بقول لهم ما تتضايقوش وما تزعلوش إذا كان في حد بينتقد أو إذا كان في حد بيطلب أكتر وأكتر، لأن هذا المجلس بالأشخاص الموجودين بالبروفايلز بتاع كل عضو من مجلس الإدارة هو ده اللي خلى يرفع الطموحات ويرفع الاكسبكتيشنز بتاعت جماهير النادي واعضاء النادي. فوجود حضراتكم هو ده اللي خلى الناس تطلب اكتر وتتوقع اكتر، واحنا كلنا ثقه ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن، وان في شغل بيتعمل، وان انا كعضو مجلس اداره سابق عارف ان مش كل حاجه بتتعمل ينفع تتقال، وان كل حاجه بتتقال في وقتها. فعندي ثقه تامه ان شاء الله المرحله هتعدي لاحسن واحسن، وان شاء الله كل طلبات الاعضاء والجماهير هتجاب قدر المستطاع. فبشكركم وبقول لكم ان نادي الزمالك نادي امانه بين ايديكم، وانا واثق وكلنا واثقين ان حضراتكم هتقدروا ان شاء الله ان انتم تحافظوا على هذه الامانه وتطوروها وتحققوا كل اللي احنا نتمناه. شكرا. أنا هستأذنكم، خلينا آخر أبتدي بالدكتور حسام مندوب بعد الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا حقيقي بشكركم على دعوتكم المحترمة دي اللي بنحيي بيها بطولة كبيرة احنا أخذناها كلنا مع بعض. لما نتكلم نقول احنا، المقصود بيها احنا كمجتمع زملكاوي حصلنا على هذه البطولة، وكان صعب نحصل عليها لو احنا حقيقي في فرقة وبعد عن بعض. ولكن اللي حصل من أول يوم قعدنا برضو مع حضراتكم هنا أثناء الانتخابات وقلنا مش احنا بس اللي بندير نادي الزمالك، نادي الزمالك من الحلقة القادمة عايز الجميع يدير معانا، لأن المواضيع صعبة جدا. أنا بشكركم على الدعوة وبشكركم إن أنتوا نزلتونا من مكاتبنا وجينا هنا نشوفكم، لأن في الآخر أنتوا الأصل حقيقي. أعضاء الجمعية العمومية هم الأصل في الموضوع. فأنا سعيد جدا لأن احنا بنقعد فوق بالفعل بنتحبس من الشغل والورقيات والإداريات وكل الكلام ده، ودي الحاجات اللي حضراتكم انتخبتونا عشانها. انتوا ما انتخبتوناش عشان نقعد هنا، فكل فترة انتوا اللي بتقعدونا هنا عشان نقول احنا فزنا ببطولة، احنا عايزين كذا، احنا أعضاء وجماهير نادي الزمالك طموحاتنا عالية جدا طبعا في اللي وصلنا له، وطبعا في البروفايل بتاع كل واحد من مجلس الإدارة. بس سريعا جدا انا عايز أأكد على فكرة دايما بسمعها بتتقال. انتوا جيتوا نادي الزمالك وقلتوا احنا دارسين كل حاجة 100%. هو ايه اللي حصل؟ وانا بكل بساطة بقول الدكتور لما بيشخص المرض وعرف المرض فين هيعرف يعالجه، لكن هو بيعالجه مش شرط يعالجه في ثانية، في لحظة، في ساعة، في يوم، في سنين، مش شرط، على حسب المرض ده. مرضنا في الزمالك مزمن بقاله بقى من الزمن، وكلكم شاهدين على الكلام ده. احنا بنحط خطط علاجية محطوطة بننفذها دلوقتي، وساعات بيحصل بعض التعديلات فيها عشان نواكب التغيرات اللي بتحصل. انا بشكر الناس اللي سردوا، محمود بيه اللي سرد في الاول مشاكل اللي قابلتنا ايه عشان نوصل النهارده نحتفل مع بعض بالكونفدراليه. الكونفدراليه كبطوله على نادي الزمالك مفيش مشكله، نادي الزمالك طبيعي ان ياخد الكونفدراليه،
طبيعي، لكن مش طبيعي في الظروف دي ان ياخد بطولات خالص، لان احنا جينا لقينا الارض جرداء خالص، الارض كفه مفيش فيها حاجه خالص. بدأنا نعمل ونسوي كذا وكذا وكذا حسب الخطة الموضوعة من القائمة دي أثناء الانتخابات. إذا عاوزين نحافظ على الحالة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، حالة الثقة وحالة إن كلنا على نفس الكرسي. احنا مش طرفين، احنا طرف واحد. وبعدين بقى في الحركات دي احنا مش طرفين، احنا طرف واحد. الكراسي بس متغيرة دلوقتي، بكره هيجي وقت احنا هنقعد هنا وانتوا تقعدوا هنا او حد يقعد هنا، شيء طبيعي جدا. في الاخر احنا جمعيه عموميه مع بعض كلنا، عاوزين نزق في نفس الاتجاه عشان نوصل لنجاحات ونوصل لانجازات كلنا كمجتمع زملكاوي نكون فخورين بيها. بطمنكم ان الحاله الماديه صعبه في نادي الزمالك، بطمنكم ان المشاكل الاداريه كتيره في نادي الزمالك، بطمنكم ان احنا في ظل الصراعات اللي موجوده دي وقضايا 7 اشهر، حسام بره حسام جوه، المجلس بره المجلس جوه. بطمنكم ان في ظل كل الازمات دي خدنا الكونفدراليه، بطمنكم ان في كل الازمات دي فكينا القيد، بطمنكم ان في كل الازمات دي جبنا صفقات، بطمنكم ان في كل الازمات دي فتحنا ارصده البنوك، سددنا للضرائب، عملنا شغل مع الضرائب، عملنا حاجات في القيمه المضافه، عملنا مواضيع كثيره جدا في الكوره. الكابتن احمد والكابتن حسين يتكلموا فيها باريحيه اكتر، في التسويق يتكلم فيها كابتن خالد، في الاعلام يتكلم فيها كابتن نيره والدكتور عبد الله جورج وباقي اعضاء مجلس الاداره. بطمنكم ان في ظل الازمات العنيفه اللي بيمر بيها نادي الزمالك في نجاحات وفي انجازات بتتم، ده اللي يدينا مؤشر. لو قلنا احنا عاوزين نحط مؤشرات لقياس الاداء، لا في مؤشرات، لكن في برضه بعض المشاكل اللي موجوده. عايزين لما ننجح نيجي هنا ونحتفل مع بعض، وعايزين لما يحصل عدم نجاح نقول هو ايه المشاكل اللي موجوده عشان نتخطاها، لان في الاخر كلنا كتله واحده، كلنا مجتمع زملكاوي عايزين نتحد مع بعض لمصلحه الزمالك، اعلاء للشعار اللي رفعه الكابتن حسين من اول يوم ومجلس الاداره، الزمالك اولا. واشكركم على الدعوه الكريمه، ونتمنى نلقاكم كثيرا ان شاء الله. انا هدي الميكروفون دلوقتي لكل اعضاء المجلس عشان تبقوا بس متخيلين ان جميع اعضاء المجلس كل واحد له فيه ودور قوي جدا، وانا فرد في وسط هذه المجموعه اللي بتشرف ان انا بنتمي لها، وفرد من افرادها كلهم على اكمل وجه وعلى اكمل ابو زي ما بنقول كده على قلب رجل واحد. كل واحد فيهم بيحاول فعلا يسيب دنيته بالكامل عشان خاطر نادي الزمالك. فهتشرف برضه هسيب الميكروفون للكابتن احمد، هاخد واحد يمين وواحد شمال بعد اذنك. السلام عليكم. اولا كل سنه وانتم طيبين، وببارك ليكم البطوله الافريقيه لينا كاعضاء جمعيه عموميه ومجلس الاداره وجماهير نادي الزمالك. واشكر فعلا ترابيزه الكوره، المكان الاصيل اللي لغايه دلوقتي هويه نادي الزمالك اتغيرت كتير. هذه الترابيزه من الحاجات الاثريه الموجوده يعني، محافظه على نفسها في نادي الزمالك. واشكر طبعا الترابيزه لان انا علمتني الترابيزه حب نادي الزمالك. عارفين طبعا من سنه 90 وانا باجي بقعد عليها من ايام الكابتن المرحوم كابتن احمد رفعت والكابتن احمد مصطفى والكابتن ابو رجاله ربنا يديله الصحه. هي فعلا كان المبدا لينا كلنا كلاعيب الكوره. اتعلمت فعلا من الترابيزه دي حب الوفاء والانتماء لنادي الزمالك. مش هنسى الترابيزه في الصراع اللي انا عشته فتره 7-8 سنين مفيش حد فيهم تغير مبدأه، كانوا واخدين موقف موحد، والوحده اللي كنتوا موجودين فيها ما قدرش الجبروت يجي جنبيكم ولا قدر يقرب لحد منكم، وانتوا كنتوا كلكم واخدين موقف كامل جدا. فانا بشكركم فعلا على ال7 سنين اللي كنتوا معانا فيها، وفضلتوا النهارده رجعتوا نادي الزمالك هويته بمجلس اداره محترم برئاسه الكابتن حسين لبيب. دعمتوه المجلس اللي فات ودلوقتي بتدعموه، واول ناس فكرت فعلا، احنا ما حدش كرمنا لغايه دلوقتي، اول ناس فعلا تكرم مجلس اداره النادي على الانجاز اللي تم. وان شاء الله بنوعدكم بمزيد بالانتصارات وتقدم في كره الزمالك ان شاء الله. دكتور عبد الله في المجلس. ياسر
مساء الخير عليكم كلكم. انا الحقيقه يعني معاكم بحس ان انا في وسطيكم واحد منكم. عودت دايما ان انا لما بلاقي نفسي جوه نادي الزمالك او بيسمحوا لي اخش جوه نادي الزمالك ما كنتش بلاقي حد غير ترابيزه الكوره اللي انا ممكن اقعد في وسطهم. انا عارف الترابيزه دي يمكن زي احمد ما قال اللي ثبتت على مبدا واتحملت كتير قوي، انما لم تتغير مهما تغيرت الامور. انا عارف قد ايه الترابيزه دي انتوا زملكاويه وزملكاويه رجاله بتحبوا نادي الزمالك دون غرض او هوى. كلكم ما عندكوش هدف غير واحد بس، نادي الزمالك يبقى زي حسين نبيل ما بيقول هو اعظم نادي رياضي في الشرق الاوسط ومصر وافريقيا. بشكركم طبعا على الدعوه للمجلس. يمكن انا عاصرت معاهم في ال7 شهور اللي فاتوا قدر المصاعب اللي مهما يتقال عليها. مش عايز اتكلم على الورث الغريب اللي اتورث في النادي ده، بالتالي كلكم شايفينه كلكم عارفينه، انما المجهود اللي بيبذله مجلس الاداره ده الحقيقه انا شاهد عيان عليه قد ايه الناس دي بتوصل ليلها بنهارها في ايد واحده. محدش بيفكر في نفسه، كله بيفكر في نادي الزمالك. انا طبعا بشكرهم انهم قبلوا ان انا اكون واحد قريب منهم، انما الحقيقه انا بشوف ان انا يوم ما قررت ان انا اتنازل عن ان انا اخش انتخابات، يوم عن يوم الناس دي بتثبت لي ان انا كنت على حق، ان الناس دي هي اللي تبقى موجوده على مقاعد مجلس الاداره. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق. كابتن حسين سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اشكر حضراتكم كتير جدا على الدعوه الكريمه اللي انتم واسمحوا لي برضه انا مش هتكلم في ان احنا عملنا ايه. المشاكل اللي قابلناها كانت ايه؟ لان الدكتور حسام يمكن اوجز كل الفتره اللي فاتت ال7 8 اشهر اللي احنا قضيناها، انما انا هنا عايز اتكلم في حاجه صغيره جدا. يمكن رجعتني سنه 87 اول يوم دخلت في نادي الزمالك، وكانت بدايه معرفتي بمجلس الكوره اللي كان عليها عظماء اتعلمنا منهم كتير. كابتن احمد الرفعت الله يرحمه، كابتن ياكل الله يرحمه، كابتن احمد مصطفى الله يرحمه، كابتن نبيل نصير. يمكن كل الناس دي كلها انا يمكن عاشرتهم، كان في منهم كتير اتعاملت معاه كمديرين وانا كنت لسه لعيب. فيمكن القعده دي بتفكرني وبترجعني لذكريات سنه 87. فانا بحب اشكركم جدا مره ثانيه، اتمنى ان هي تتكرر الدعوه دي باذن الله. شكرا لكم. كابتن ناير. بجد خليني اخد كلام او اخد من كلام الدكتور حسام لما قال انه بجد انتوا نزلتونا نقعد يعني في الجنينه مع حضراتكم، لان فعلا احنا بنقعد فوق بننسى الوقت وبننسى كل حاجه، وبنقعد تقريبا بال7 أو 8 ساعات نشتغل. وبجد مبروك عليكم الكونفدراليه. والله بروح متاخر. لا والله ومبروك عليكم الكونفدراليه. وفعلا احنا طول ما احنا حاجه واحده احنا مش هننجح من غير حضراتكم ومن غير دعمكم ودعم الجماهير. احنا كلنا حاجه واحده، وانا دايما بقول كده ان احنا سلسله حلقاتها كلها مربوطه في بعضها. لو حاجه فكت الدنيا مش هتبقى الطف حاجه. فاحنا طول الوقت بس محتاجين الدعم من حضراتكم، محتاجين انه ما يكونش دايما هتلاقي مع مثلا في الدعم اللي بيحصل طول الوقت. يعني انا مش عايزاكم تقلقوا على الصالات، اكيد الناس كلها تتساءل. كل الناس بتتكلم انه الاول سيزون نبدا من بدري قوي كده. يعني خليني بس ابقى بطمنكم بجملتين خفاف. الطبيعي الناس كانت التعاقدات بتبدا من 8 9 حاجات شبه كده يعني، لكن الحمد لله الناس القائمين على الملف وكل المجلس يعني بادئ من بدري قوي، من اول 5 واخر 4، وفي حاجات متكلمين فيها من يناير اللي فات يعني. فمش عايزاكم تقلقوا على ده، بس الاهم ان اي شائعه بتحصل على السوشيال ميديا ما نمشيش وراها. يعني امبارح مثلا طلعنا مازن رضا في الاهلي، مازن رضا مضى امبارح الصبح، مش عارفه مين فين،
مضى يعني طول الوقت. بس اهم حاجه عدم الالتفات للشائعات دي، وحتى لو شفت شائعه زي دي معظمكم على تواصل معانا، اتصل اتاكد مننا، هنقول لكم الكلام ده صحيح او مش صحيح، علشان ما نبقاش احنا اللي بنوسع حجم الشائعه دي وبنكبرها. مش عايزين ده، بالعكس عايزينكم تدعمونا، اتصلوا بينا اسالونا، ده مهم جدا وده رجاء مني لحضراتكم. ومبسوطين جدا جدا ان احنا متواجدين معاكم النهارده، ومليون مبروك عليكم الكونفدراليه، وان شاء الله دايما نبقى متجمعين مع بعض بنحتفل اكتر واكتر. شكرا. بس بدي الميكروفون للاستاذ احمد خالد. انا بعتذر بالنيابه عن زملائي اعضاء المجلس اللي ما قدروش يجوا النهارده، سواء كابتن هشام نصر او الاستاذ هاني بيرزي او الاستاذ هاني شكري او الاستاذ رامي او عمرو خفاجي. اي واحد فيهم بيبقى عنده ظروف، احنا كلنا بنكمل بعض. فانا بس بحب ان انا اعتذر بالنيابه عنهم لحضراتكم، بل بالعكس شرف لينا جدا جدا ان احنا نيجي نقعد مع حضرتك. اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ومبروك علينا الكونفدراليه، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. انا حابب بس في الاول اشكر حضراتكم ان انتوا زي ما الاساتذه الافاضل قالوا ان انتوا كنتوا معانا من اول يوم، وكنتوا مؤمنين بينا، وكنتوا في ظهرنا، وكنتوا حاسين ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا او عندنا رؤيه ربنا يساعدنا فيها ونحققها خلال الفتره اللي جايه دي. واللي لفت نظري اكتر وحضراتكم بتتكلموا او احنا بنتناقش معاكم سواء ما بيننا وما بين بعض او دلوقتي في العموم كلنا مع بعضينا، ان حضراتكم لامسين وعارفين جزء كبير جدا من مشاكل النادي، ودي كان جزء من الحاجات اللي بنواجهها خلال الفتره اللي فاتت، ان مش كل الناس ملمه بالمشاكل اللي النادي متورط فيها، او حتى لو ملمه فهي مش ملمه بالتفاصيل وحجم المشاكل او الجزء الاكبر منها. فاللي حابب برضو اكده واقوله ان الموضوع بالنسبه لنا احنا كنا شايفين لمشاكل كتير قوي وكنا عارفين وملمين بيها، بس لما بتتعامل معاها على ارض الواقع او بتشوفها صدقوني بمنتهى الامانه ممكن تتضرب في 2 و3 و4 ساعات 10 كمان. فكل التحديات دي احنا بنواجهها، واللي بيساعدنا واللي بيقوينا على ده واللي بيخلينا نتحمل كل الضغوطات اللي موجودين فيها والنقد سواء اللي صح او غلط هو ثقتكم فينا ودعمكم دايما لينا. ده اللي احنا بنتمناه دايما، وده اللي يا رب ربنا يقدرنا ونكون قد الثقه دي دايما في اللي جاي ان شاء الله، ومن غيركم ومن غير دعمكم، وده اللي بنطلبه منكم انكم دايما تكونوا واثقين ان احنا كل اللي في وسعنا وبنحاول وبنجتهد دايما ودايما ودايما. والله كلنا بنسيب شغلنا وبنسيب بيتنا وبنسيب حياتنا بسبب الثقه اللي حضراتكم اديتوها او حطيتوها فيها. فان شاء الله ربنا يقدرنا ومع بعض، لان النادي ده لا بتاعنا ولا بتاع غيري ولا بتاع حد، النادي ده بتاعنا كلنا، وهي مجرد امانه حضراتكم بتامنونا عليها، وان شاء الله ربنا يجعلنا قد الامانه دي، وباذن الله نطلع بالنادي ببر الامان، وان شاء الله من تقدم لتقدم ان شاء الله. ومبروك لينا وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. طيب انا مش هتكلم كتير، بس يعني هقول لكم حاجه. انا بالنسبه لنا كمجلس اداره احسن تكريم لنا سعادتكم انتوا كاعضاء جمعيه عموميه وسعاده الجماهير الزملكاويه. ده اللي هيبقى فخر لنا جميعا كمجلس اداره. احنا نيتنا صادقه ان احنا فعلا نحاول نرجع بنادي الزمالك للنادي اللي احنا اتربينا فيه وعرقنا فيه ولعبنا كل الالعاب فيه، كنا بنقعد لغايه 11 و12 بالليل كل النادي، سواء اعضاء سواء رياضيين في مختلف اللعبات. ياما ضحكنا في الجناين دي، ياما كلنا قعدنا في الجناين دي، وما كانش فيه اي مشكله بين عضو وعضو، ولما بيبقى فيه مشكله بتتحل داخليا. النهارده نقدر نقول بدايه رجوع نادي الزمالك تاني، احنا فاتحين الابواب كلها لكل الاعضاء. مفيش حاجة عندنا اسمها ده ممنوع يدخل او ده صاحب فلان او ده تبع فلان. فاتحين ابواب النادي كلها لجميع الزملكاويه المخلصين، وانا ما اتعودتش غير كل الزملكاويه المخلصين ما عدا جزء صغير قوي بامانه مش عايز اتكلم عليه، انما جميع الزملكاويه اللي انا متعود عليهم طول عمرهم زملكاويه مخلصين. وزي ما بنقول دائما وابدا يا جماعه،
نادي الزمالك بطولاته اقل من عدد جماهيره وعدد المنتمين له. احنا زملكاويه مش عشان البطولات، احنا زملكاويه بالدم، احنا بنحب هذا النادي. كل المجلس ده وانا اقلهم، كل اللي قاعد قدام حضراتكم دول بيجتهدوا بيتعبوا عشان يخلوا حضراتكم فخورين بنادي الزمالك. بنرجع تاني بنادي الزمالك للايام الخوالي. هتاخد مننا وقت؟ هتاخد وقت؟ هتاخد وقت جامد؟ بس احنا بنحاول على قدر الاستطاعه، ومعانا حضراتكم، بل بالعكس كمان بنطلب من حضراتكم انكم لو في اي شيء احنا يعني انا يعني بجد عايز اجيبها كلمه سليمه، احنا قابلين اي نقد، بس له طرق شرعيه. يبقى بالاخلاق. عملنا اول ما جينا مكتب للشكاوي، بننظر في هذه الشكاوي وبنحل. انا ما فيش واحد بيبعت لي واتساب بلاش يعني عشان ما بقاش بدي الماكسيمم. انا برد على الاقل على 60 70 واحد في اليوم ما اعرفهمش نمر، وبرد على المسجات 50 60 واحد ما اعرفهمش او مش كاتب اساميهم، ممكن ابقى عارفه بس من كتر ما انا عودت نفسي ان انا بحاول ارد. فيبقى احنا عندنا طريقتين بعد اذن حضراتكم. طريقه ان حضراتكم تبعتوا شكاوي عشان يبقى كل المجلس مشترك واحنا بنرد على هذه الشكاوي، وبعدين حاطين على عاتقنا ان احنا كل يوم خميس نقعد مع مجموعات الاعضاء اللي حابب يجي يستفسر عن حاجه او يسال عن حاجه. كلنا اذان صاغيه ولا عندنا مشكله ان نقول ده خطا وهنصلحه، ده خطا وهنصلحه، لان احنا لا نتعلم حاجتنا هتبقى مظبوطه 100%. خلينا نقول احنا نيتنا صادقه ان احنا نبسط، وبالتالي بنحاول نجتهد عشان تبقوا مبسوطين معانا. انا اللي بحاول اقوله دلوقتي فقط افتخر واتشرف ان انا معاكم. احنا مقتنعين بحضراتكم جدا 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 كاعضاء للجمعيه العموميه، بما لكم من سلطه علينا. احنا شغلنا كله نابع من صدقنا لمصلحه نادي الزمالك ومصلحه حضراتكم. الدنيا صعبه جدا جدا جدا، الفلوس مش موجوده طبعا اكيد، المشاكل كتير طبعا احنا قادرين بوجودكم على حلها، بوجودكم على حلها وبالصبر بتاعكم علينا، لان احنا محتاجين وقت. مش هينفع يا جماعه ما تم تدميره في 15 16 سنه تطلبوا مننا سنه. ان اللي بيبقى فيه مقياس، المقياس ده انت شايف ان المقياس طالع ولا في النازل؟ طالع ولا في النازل؟ البطولات اساسا مهمه جدا جدا، بس برضو احنا واخدين بالنا من اعضاء الجمعيه العموميه. يعني انا النهارده مثلا المصيف بتاع مرسى مطروح، تقدروا حضراتكم تسالوا زملائكم اللي طلعوا في المصيف لغايه دلوقتي، النهارده ثالث فوق. احنا يعني كل اعضاء مجلس اداره بعد اذن حضراتكم بيبقى واجب يومي علينا او واجب اسبوع علينا بنسال كل الاعضاء اللي بيطلعوا في المصيف عن اخبار المصيف والخدمه في المصيف، واذا كانوا مرتاحين وايه اللي نقدر نساعدهم بيه. النهارده برضو بنحاول ان احنا بكل المشاكل الماديه بندور في هذا النادي، وبطمئن جميع الاعضاء برضو على مشروع اكتوبر. احنا مش ساكتين، بس زي ما انتم اتعودتوا مننا في الملاحظه المناسبه هيبان الشغل. اللحظة المناسبة هيبان الشغل، زي ما عملنا في فك خطيط. كل مصر كانت بتلومنا. احنا يا جماعة حطينا خطيط تقريبا يوم 14 واحد لغاية يوم 12 واحد ما نطقناش بكلمة، وما كانش أكثر واحد تفاؤلا عارف إن احنا هنفك خطيط. فكينا خطيط الناس كلها انبسطت لغاية يوم 31 واحد ما قلناش ولا فتحنا بقنا احنا جبنا لعيب او مدير فني او حاجه، بل بالعكس احترمنا نفسنا واحترمنا جماهيرنا واحترمنا اعضاء الجمعيه العموميه، وعملنا حفله بسيطه مذيعه عشان توضح الكلام او المجهود اللي تم. فبنتعهد قدام حضراتكم في التايمنج او في الوقت المظبوط
هتلاقوا حاجة اسمها مشروع أكتوبر إن شاء الله. وشكرا جزيلا. الدكتور حسام بيقول له النادي النهري في حاجات عشان احنا مطلعين عينه بناخد منه فلوس عشان النادي النهري. بجد يا جماعة النادي النهري بقى مسخرة بجد. جميل جميل. مطعم والمريم مفتوح حلو قوي بجد، في تطوير كويس قوي في المصيف وفي النادي النهري، وان شاء الله هنا برضه ان شاء الله يبقى ان شاء الله ان شاء الله. والنبي احنا كلنا هنا عشان خاطرنا. الله يخليك يا رب يخليك يا كابتن. هنقوم بقى نعمل ايه؟ خليك قاعد خليك قاعد. انا مش عايزه اقعد، انا مش عايزه اقعد. وقفوا ورانا طيب، وقفوا ورانا. تعالوا في جماعه لو عايزه تعالوا في تعالي جنبينا طيب. تعالي جنبينا. ارفع المايك. نزل المايك. ممكن بعد مش عايزين اسماء ولا شخصيات، احنا تعالى نطلع دي يا محمد. محمد اتفضل. يا مع الريس. صعب جيت. سألوني مين أحسن؟ الدكتور المندوب كبير ولا الدكتور الصغير؟ أنا بيني وبينك ما عرفتش أجاوب، بس قلت الدكتور المندوب الكبير محمد عم جيت. أما الدكتور ممدوح يا أستاذ في علاء ابن نائب، أمين صندوق ابن أمين صندوق، دكتور ابن دكتور. هنيئا لك بالمجلس يا سيادة اللواء. محمد مع بعض. تعالوا يا جماعه قبل ما تقطع يلا يا كابتن ناصر. ممكن صورة بس صورة. كابتن ناصر لسه ما جاش. لف تعالى. حسين كابتن ناصر. حسين تعالى يا كابتن ناصر. اتفضل يا كابتن ناصر. رحمة تيجي لو صوت طيبين يا جماعه. حضرتك طيب. لا انا ايوه انت تصور وانا ما اصورش. اعمل لها عشان دي صفحتك انت اصور ازاي. ما يا كابتن حسين الكاميرا عامله الصوره بعدين. لا فوز يا محمد. خش دكتور ندخل بقى معاهم في الصورة. خد يا شيرين. اقفلي ده بقى عشان عايزين نصور.